السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم ياسمين. النهارده هوريكم خروجه كنا طبعا خرجناها بس من بدري شويه. بصراحه الخروجه كانت جميله وانا اتاخرت يعني ان انا انزلها. فاحنا رحنا هنا سيتي سنتر. طبعا ده بعد ما احنا لعبوا بقى الولاد في الملاهي، وطبعا كانوا بيلعبوا في الترامبولين، وقضينا يعني اليوم كده من اوله. فاحنا بقى جوعنا طبعا، فقلنا لازم ناكل. فتاكلوا ايه؟ طبعا الاكله المشهوره اللي احنا كل ما نخرج ناكلها كنتاكي. يعني الولاد ما بيحبوش اللي هو الكنتاكي، يا اما ماكدونالدز يا اما بازوكا، الحاجات اللي هي ديت. نقول لهم تعالوا طب ناكل مشويات وكده، لا، ازاي؟ لازم ناكل زي ما هم عايزين. طبعا هم بقى اللي هم حابينه، فاحنا بنحب ان احنا ايه، نعمل لهم اللي هم عايزينه. فاحنا بقى ايه كده، جبنا بقى كنتاكي وقعدنا اكلنا. وتامر طبعا المكان كان زحمه زحمه زحمه، مش قادره اقول لكم زحمه قد ايه. فتامر بقى جاب لنا الوجبه اللي هي اللي تعتبر عائلي، وجبنا بقى ريزو. وهنا تامر كان بيظبط لنا الاكل وبيقول لكم عاملين ايه وكده. بس وجبنا ريزو بقى وبطاطس زي ما انتوا عارفين، وكول سلو بقى والشغل بتاع كنتاكي دوت. بس واحنا ماشيين بقى فعايزين ناكل ايس كريم، فلقينا المكان الرهيب ده، مكان فعلا رهيب بجد. الديكور بتاعه تحفة قوي، والستايل بتاع المكان جميل. وكان برضو يعني دلوقتي هتلاقوه زحمة زحمة شوية كده، وهتلاقوا الدنيا زحمة جدا جوه. بصوا بقى الحتة اللي فوق دي، الساحرة الشريرة فاكرينها، اللي هي بتمشي على على المقشة بتاعت زمان، يعني اللي احنا كنا بنتفرج عليها في الكرتون. فعجبتني قوي، فحبيت اصورها لكم. هي دلوقتي هتلاقيها ماشية كده على السير، فانا هوريها لكم تاني. هنا بقى جم جودي وهدى طبعا، اكتشفوا المكان فقالوا بقى نخش يعني. فدخلوا بقى عشان يشوفوا ايس كريم بتاعهم كان رهيب. وهنا دي رول كده بيحطوا بردك فيه الايس كريم. احنا طبعا اللي خدناه، تامر جاب لنا اللي هو الكوبايات ايس كريم. وهو بقى طبعا جاب لنفسه بقى وافل بالايس كريم، كان فظيع وضحك علينا. طبعا بعد ما احنا خدنا الكوبايات جابوا بقى هما لنفسهم الوافل. بس فاحنا هما داخلين بقى كده عشان يكتشفوا. فكل ده هتشوفوه معايا في الفيديو. يعني دخلوا بقى عشان يكتشفوا ده. طبعا كمية كاندي مش قادرة اقول لكم، عظيمة. كمية كاندي كبيرة جدا جدا جدا. يعني لو انت دخلتي ممكن تصرفي قد كده يعني في الكاندي. طبعا اي حد بيحب الكاندي، كبار صغيرين. يعني انا عن نفسي بموت في حاجة اسمها كاندي ومارشميلو بقى، والحاجات اللي هي التافهة ديت. فهنا بقى جودي وهدى دخلوا كده جوه في مكان كده بيتصوروا فيه. دي حاجات كده ديكورات يعني عاملينها عشان هم بقى ايه يقعدوا يتصوروا كده. فحبوا ان هم ياخدوا بقى ايه كام صورة كده وهم قاعدين. طبعا هنا بقى تامر بيصورهم، وهم طبعا دلوقتي هيتصوروا سيلفي و... وهيعملوا شوية صور كده حلو. المكان فعلا حلو قوي، واتمنى ان انتوا تروحوا تجربوا يعني الايس كريم بتاعه، والمكان بتاعه كان حلو. ف هنا تامر بيقولها تعالي اقعدي هنا على اساس ان المكان يعني شكل الصورة تبقى احلى. وده بقى ساعات بتحب كده ترخم، ما بتحبش تتصور. وتقعد بقى تعمل الحركات بتاعتها ديت بتاعت هدى يعني معروفة. بس هنا بقى خلاص هما بيصوروا بقى سيلفي عشان الاستوريهات بتاعتهم بقى والانستا والحاجات بتاعتهم ديت. وهنا بقى تامر بيوريكم المكان اللي هناك ده بقى اللي هما بياخدوا بقى فيه الوافل والايس كريم وكده. اما الناحية التانية اللي ورا تامر دي كلها كاندي بقى ومصاصة هنا بقى بصوا الحاجات دي كلها، وفي كمان دونات. والحاجات بقى اللي هي بيها الايس كريم، اللي هي الشوكليت شيبس والحاجات بتاعه الايس كريم دي كلها بقى اللي قدامه يعني. لو انت عايزه تعملي شكل في الايس كريم هو بيعملك الشكل اللي انت عايزاه. هنا بقى ده المكان اللي بيعملوا بقى فيه الوافل والحاجات. اما ورا طبعا جودي وهدى لسه هيروحوا بقى، هيلاقوا المكان هنا زحمه، فهيروحوا بقى يجيبوا الكاندي بتاعهم والحاجات بتاعتهم ويرجعوا تاني ياخدوا الايس كريم. ده الولد بقى اللي بيعمل. بصوا كمية ناس، زي ما بقول لكم المكان هيبقى زحمة جدا جدا يعني. بعد ما احنا دخلنا كده تحس الدنيا بقت زحمة.
هنا ممكن تقعدي بقى على الترابيزه، لو انت مش عايزه تمشي في المول ممكن تقعدي على الترابيزه، تاخدي الايس كريم بتاعك، وفي قاعده كده صغيره عاملينها تاكلي فيها يعني وكده الايس كريم، وممكن تخرجي تتمشي تاني. بصوا هنا بقى انا بوريكم كميه الكاندي والمارشميلو، طبعا كان رهيب. الناس طبعا من عشاق المارشميلو والحاجات دي، المكان ده ليهم يعني. اهو بصوا انا هنا بصور لكم كل حاجة، والالوان كمان فظيعة. اهو هدى بقى وجودي مش قادرة اقول لكم ظبطوا الدنيا يعني، ظبطوا الدنيا ظبطوا الدنيا، ما بيصدقوا. يعني انت تقول لهم ماشي خدي، هم بقى ما بيصدقوا ياخدوا بقى ويعبوا، ولا بيفرق معاهم حاجة. بس هنا دي برضك حاجات كده. بصراحة المكان كان جميل قوي. اهو ده بقى اللي هي المصاصات، هما برضو بيحبوا الحاجات دي، وحتى الديكور بتاعه يعني غريب. هنا بقى رحنا عشان ناخد الايس كريم، هو بيقول لهم بقى انتوا عايزين تاخدوا ايه، ايس كريم ايه، وريد بول بقى والعيال دلوقتي طالعين في قصة الريد بول والحاجات اللي هي بتاعت الطاقة دي، وانا طبعا ما انصحش بيها الاطفال خالص، لانها بتبقى مضرة. يعني انا كانت جودي وهدى جت عليهم فترة بقوا يشربوا ريد بول، وبيشربوا اللي هي السانتوب دي، لا مش سانتوب، التانية مش عارفة اسمها ايه كده. المهم ان هي برضك مشروب طاقة، يعني انا برضك منصحش ان هم يشربوها ابدا، لان هي غلط جدا، فانا منعتها عنهم. فهنا بقى كان الولد بقى بيبتدي ان هو يعمل لهم بقى الوافل. هم جابوه بالوافل، احنا جابولنا ضحكوا علينا وجابولنا اللي هو الكوبايات. وبعد ما جابولنا الكوبايات بقى هم جابوا لنفسهم وافل. يعني جودي خدت وافل بالشوكليت وتامر خد باللوتس. فبعد ما بس احنا ما سيبناهمش يعني، احنا برضو كنا معاهم يعني، ما سيبناش حقنا يعني. بس هنا بقى بيبتدي ان هو يلفها لفة كده معينة، وبيحطها لهم في العلبة، ويبتدي بقى يحط لهم بقى الحاجات اللي هم مختارينها. اهو بصوا كده، اهو اخوي بيبتدي بقى ان هو ايه، هنا بقى بيعمل واحدة تانية عشان هو هيعمل دي لجودي، والتانية دي اللي هو بيجهزها لهدى. ده برضو وافل كده هو بيحطه على يستوي يعني عبال ما يعمل التانية. اهو هيقفل عليها، ويجي بقى يعمل لجودي عبال ما دي بقى ايه تتظبط. اهو بصوا هنا بقى، هنا بيحط الشوكولات سايحة كده، بيزينها لها يعني. بس عايزة اقول لكم ان هي تقيلة جدا جدا، يعني كمية الشوكولات فيها تقيلة يعني، فعلا ما تقدريش تكمليها. يعني مش هتقدري ان انتي تكملي الوافلاية، لان هي بتبقى دسمة، بيبقى فيها ايس كريم، بيبقى فيها شوكولات، وبيبقى فيها حاجات كتير جدا. هنا بقى هو جودي بتختار الحاجات اللي هي عايزاها، بس هما طبعا بيحبوا الشوكولات، فهم هيختاروا. بس اما انا بقى لو انا بختار، انا بحب الايس كريم انواع يعني انا بحب الكنتالوب، وبحب الحليب، الفانيليا، المستكة، يعني المانجا مش قد كده يعني، مش قوي. بس هي دي الحاجات المفضلة بالنسبة لي، يعني الكراميل. لكن المانجا بقى والفراولة وكده يعني مش بحبهم، مش بميل لهم قوي يعني. فهنا جودي بقى بتختار الحاجات اللي هي هتزين بيها، فجودي بتحب الشوكولاتة يعني قوي، فهتستكفي باللي هي الشوكولات بس. اما هدى بقى هتظبط بتاعتها يعني، هدى هي اللي هتظبط الوفراية بتاعتها. اهو كده جودي خلصت، ولسه بقى هدى هي اللي ايه بتاعتها بتعملها. بصوا جودي بتوريها لكم، وحط لها بقى وظبط لها الدنيا. اما هدى هنا بقى حاطه حاجات كده صغننه بتتحط زي الايس كريمه يعني، بتتحط برضو كزينه، وظبط لها اهو وخلاص. وبكده بقى هما الاتنين خلصوا وكانوا فرحانين بصراحه. وتامر بقى عمل بتاعته لوتس وضحك علينا طبعا قلتلكم. وبكده نكون خلصنا. وبصوا الشكل تحفه تحفه تحفه، بس تقيله تقيله قوي، مش قادره اقول لكم، كانت فعلا تقيله جدا. بس هي كانت طعمها تحفة يعني، هي تقيلة وكانت طعمها تحفة.
وخلصنا اليوم. دي الساحرة الشريرة اللي كنت بقولكم عليها. بصوا بقى بدأت تمشي على السير ازاي، كان شكلها تحفة بصراحة، جميلة جدا. واقول لكم باي باي في فلوج تاني، وهتوحشوني.